ده توماس جامد شيلبي. جامد كان جندي من جنود بريطانيا العظمى في الحرب العالميه الاولى، وبعد ما الحرب خلصت عمل ستارت اب كده مع قرايبه في برينغهام وبقى اسمه عصابه البيكي بلايندرز. والمفروض ان ارثر اخوه الكبير هو الزعيم وطنط بولي هي العقل المدبر، ولكن جامد على اي حد وماشي الدنيا كلها بمزاجه. وفي يوم هو قاعد في حانه جاريسون بيضرب مشروب الطاقه بتاعه، دخل عليه فريدي ثورن المناضل الاشتراكي اللي كان معاه في الحرب وقال له انا سمعت طراطيش كلام كده ان في اسلحه اتسرقت من المصنع المحلي وان تشرشل نفسه بعت حد مخصوص يحقق في الموضوع ده عندنا. جامد بيروح يبلغ اخواته ان المحقق كامبل جاي عشان تقريبا يهاجم الاشتراكيين والشيوعيين، بس طنط بولي بتقفشه وتقول له ولا انت مخبي عليا ايه؟ فبيعترف لها ان رجالته هم اللي سرقوا الاسلحه من غير علم عيلته، بس بعد ما طنط بولي كشمت له وعدها خلاص انه هيرميها ويخلي الشرطه يكتشفوها بعيد عنه. بيجي المحقق كامبل يقبض على ارثر زعيم البيكي بلايندرز ويقوم معذبه، فارثر يقول له انت مش عارف انا مين؟ ده انا ارثر فوكينج شيلبي. فكامبل بيعلي له فولت الكهرباء، فارثر بيعيط ويقول له المصحف ما تقتلني يا كابتن والنبي وربنا ما اعرف حوار الاسلحه ده. فكامبل بيقول له خلاص يا عم ما تعيطش انا مصدقك، ما تقطعش قلبي بقى. دي بقى جريس احلى بنت في الكره الارضيه، كامبل بيزرعها في حانه جاريسون عشان تحاول تعرف مين سرق الاسلحه. فجامد اول ما بيشوفها في البار يروح يسالها بكل ادب هاي انت اصل لو لا يعني يبقى انت في مكان غلط. وبيقرر جامد انه مش هيرمي الاسلحه ايمانا بمبدا ان طول ما سلاحنا في ايدينا محدش هيجي علينا. ايدا اخت جامد تدخل في علاقه مع فريدي ثورن الشيوعي وما بيعملوش اي حاجه اصلا طول المسلسل غير انهم بيلعبوا رياضه التزاوج. ففي يوم كده ايدا نازله بتفطر مع بولي، فبولي بتبص لها كده وتقول لها بت انت حامل. ولما جامد بيعرف بيروح لاخته يزعق لها ويقول لها مين داس بنزين اختي في غيابي؟ فقالت له فريدي ثورن مش ده صاحبك؟ مش ده اللي انقذ حياتك في الحرب وبعد ده كله جاي تستخسر فيه شرف اختك؟ يا على الانسان ياه. كامبل بيعرف من جريس ان جامد هو اللي ماسك الدنيا، فبيقابله ويتفقوا ان جامد هيديله الاسلحه مقابل ان كامبل يفكوا منهم وما يركزش معاهم في شغلهم. عيله شيلبي اللي فاتحه مكتب لرهانات السباقات بتدخل في مشاكل مع عيله لي اللي بيدولهم حصان معمول له عمل، فجامد بيقتله ويروح البار حزين. فجريس بتقوله انت شكلك متضايق فانا هغني لك، حزيني بقى ولا فرايحي؟ فقال لها اديني في الحزين. قالت له بس خد بالك انا هدشمل قلبك ولا هو اوريدي بروكن؟ قال لها هو اوريدي بروكن بس انا جامد فوكن. غني يا بت. وبيتفق جامد مع بيلي كامبر مدير مكتب رهانات منافس انهم هيدشملوا عيله لي. جامد بيوافق ان ايدا وفريدي يتجوزوا، وارثر بيتضايق بقى من ان جامد بيعمل كل حاجه من غير اذنه، فبيروح يقول له جامد بارك لي انا بقيت فوكينج وشرابة خرج. فجامد بيصالحه وبيشتري الحانه بتاعت جاريسون وبيكتبها باسمه. وبعد كده جامد بيقرر انه هيروح الحفله بتاعت السباق الجديد، وبيروح يقول لكيمبر خد بالك عيله لي لسه مستقصدينك. فكيمبر قال له بس يلا تعالى وانت ساكت وهات معاك البت الجامده اللي اسمها جريس. فجامد قال له انا ما حدش يقول لي اعمل ايه، انا كده جايبها معايا اصلا ما تقلقش. وهناك البيكي بلايندرز بيعلموا على عيله لي وبياخدوا فلوسهم ويدوها لكيمبر ويقولوا له احنا هناخد نسبه من الارباح. وبيمشي جامد وجريس مروحه معاه. قال لها انت رايحه فين؟ انت النهارده بتاعت كيمبر. فقالت له ايه ده انت فاكرني شمال؟ يا عزيزتي كلنا شمال. وبتروح جريس مع كيمبر البيت، بس جامد قلبه دق جامد ورجع جري وقال له انا نسيت اقول لك انها عندها مرض جنسي، اسف والله انت عارف الشقاوه بقى بتخلي الواحد مش مركز. وقام انقذ جريس وروح بيها. عيله لي ما بيعجبهاش اللي حصل، فبيروحوا يهاجموا مكتب البيكي بلايندرز ويسرقوه. فجامد يعمل ايه؟ ياخد بطاره ويهاجمهم؟ لا. يجمع الناس ويشوف هيعمل ايه؟ لا برضه. جامد قرر يروح لعيله لي ويقول لهم رايت احنا هنجوز جون ابننا لبنتكم ونتحد قدام كيمبر. فجون بيقول له ايه ده انت بتلبسني؟ فجامد قال له ما انت لو ما اتجوزتهاش هيتمسح بيها البلاط ومش هبقى جامد. بس البت طلعت جامده الصراحه، فجون بيجيب فيها جون. ويوم الفرح ايدا فضلت ترقص وتتنطط، فجامد بيروح يقول لها بالراحه عشان الواد. بتقول له انت فارق معاك قوي، ده انت دمرتني ودمرت جوزي بقول لك ايه اهو. وبتولد ايدا في ساعتها وبيجي فريدي يشوف ابنه، فكامبل بيعمل له كمين ويسجنه. وتقوم جريس مجرجره الناطع اللي اسمه ارثر وتعرف منه مكان الاسلحه وتقول لكامبل اللي بيلاقيها ما عدا مدفع واحد. فجامد بيعرف ويروح يقول لها انت بتكدبي عليا، خلصانه هشغلك السكرتيره بتاعتي. ويقوم كامبل بيعرض على جريس الجواز، ولما بترفض بيقرر انه هيقبض على جامد. بس جامده بتهرب جامد وتخبيه عندها في البيت، وهناك بتقول له هو انا المفروض اخاف عشان انت في بيتي؟ قال لها بت انا مش من النوعيه دي خالص، يلا قلعي بقى. ويقوم مدي جامد بيتفق مع عيله لي على كيمبر وانهم هيصفوه في يوم السباق النهائي، ويروح يومها يصحي الرجاله ويقول لهم النهارده يومنا يا رجاله، ويقوم مهرب فريدي جوز اخته من السجن. فجامد بيروح يودع جريس، فبتقول له انا عايز اعترف لك بسر خطير ممكن يخليك تكرهني. جامد
انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبيعرف جامد ان كيمبر عرف اللي حصل وانه جاي له، وان جامد هيبقى لوحده من غير عيله ليه. جامد بيقرر انه هيتصرف، فيقوم مجمع شله تالتة اول، ده جروب شمس الزناتي كان اكبر من كده، والمارشال كيمبر بيجي هو وشله تالتة تاني، وبيفضلوا يزعقوا لبعض، وده يقول له يا حمار، يقوم جامد يقول له اهو انت، وبيجي فريدي معاهم بالمدفع بتاع بابجي اللي باقي من الاسلحه المسروقه، ويقوم كيمبر ضارب جامد بالرصاص فتيجي في دراعه عشان هو جامد وكده. وفريدي يا عيني قاعد بيبص في الكتالوج عشان يعرف المدفع ده بيضرب ازاي، فيقوم جامد ضارب كيمبر بالطلقه في دماغه. الدنيا هللت وحصل هرج ومرج، وقام جامد قال لهم خلاص بقى روحوا، قالوا له حاضر هنروح سلام. وبتعرف بولي ان جريس هي السبب في الخيانه اللي حصلت، فبتهددها وبتخليها تسيب البلد. وجامد بياخد تصريح خلاص ان شركته بقت شركه مراهنات رسميه، وبيدي عيلته خطبه عن اهميه التوحد، ويقول لهم والنبي مالينا الا بعضينا. بس بيجي له جواب من جامده بتقوله فيها فكك من عيلتك وتعالى لي نعيش مع بعض في لندن، فبيبعت لها يقول لها والنبي مالينا الا بعضينا. وكان مقرر يروح، ولكن السيزون خلص للاسف، والسيزون الجاي نقول لكم بقى. تابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام كمان، وتابعوا احمد رضا عشان هو اللي بيمنتج لنا الفيديوهات دي. بالتوفيق ان شاء الله، ومن نجاح لنجاح. سلام.